البارح ولا البارح منين حطيت هذيك الوثيقه ولا هذيك الوثيقه التاريخيه نتاع الحصص الاعانه للاجئين الجزائريين اثناء الثوره التحريريه. قامت يعني ذباب العسكر جهل وقعدوا شي يديروا زعما باش زعما يبينوا باللي المغاربه ما عاونوناش، باللي المغرب ما وقفش معانا. راحوا حرفوا واحد الفيديو نتاع الطيار المغربي صالح حشاد اللي دار حوار مع احمد منصور تاع قناه الجزيره في حصه شاهد على العصر. قبضوا واحد الفيديو زعما قال لك باللي المغاربه كانوا ينطلقوا بالطائرات باش يبومباردوا الثوره التحريريه والمدن الجزائريه. انا غادي نصحح ونفضح الاكاذيب نتاع هؤلاء تاع ذباب العسكر، لان ذباب العسكر يا يشتم يا يسب يا يدير فبركه للفيديوهات. هذا ما كان، ولكن الهدف نتاعه هو باش يصور او يقدم صوره سوداويه للمغرب لدى الجزائريين. انظروا، غادي تشوفوا، غادي الان نوريكم هذا اللي هذا رد على الفيديو. قال لي كف عن غبائك. انا هذا ما حذفتهاش لان الاخرين فيهم السب والشب، ولكن هذا بغيت نخليه ان تيموان باش تعرفوا حقيقه الذباب الالكتروني. انظروا هنا راه يرد عليا في التغريده التي لقت تجاوب كبير حول تضامن المغاربه مع اللاجئين الجزائريين اثناء الثوره التحريريه. انظروا واش حط لي هذا الفيديو، غادي نسمعكم. شوفوا هذا الفيديو. إذا كانت في مراكش مدرسة فرنسية لتدريب طيران فرنسية، ولهذا أصبح أول فوج اتصل في مراكش للتدريب على الطيران مع الفرنسيين. وهذاك الوقت كان الحرب أشد ذروها في الجزائر، وكانوا يدربون الطيران في مراكش ويذهبون. شوفوا قبضوا الفيديو وكتبوا هنا: كان المغاربه يساعدون في الثوره الكذب والبهتان، حاشا عبد الكريم الخطابي. وهنا بعد راهم الامير عبد الكريم الخطابي راهم ردوه مغربي، ماشي قال ماشي مغربي كما كانوا يقولوا دائما. سمعوا هذا الفيديو وكيفاش غادي نفضح الاكاذيب نتاعهم. الجزائر يقصفوا من المغاربه من مراكش، يعني طيارون من مراكش لما يكمل التدريب ديالو يذهب الى الجزائر. زعما هنايا قبضوا كما راكم شفتوا طيار صالح حشاد، زعما لصقوا يعني شغل المغاربه هما كانوا يبومباردوا انطلاقا من مراكش. لكن غادي نوريكم الان الحقيقه نتاع الفيديو من المصدر الاصلي. انظروا الان من المصدر الاصلي. يعني الآن الثورة الجزائرية بدأت في العام 54 وظلوا الجزائريين يقاتلوا إلى العام 62 حتى حازوا على الاستقلال. في الوقت الذي حازت فيه المغرب على الاستقلال عام 55، لكن بقي الفرنسيين في المغرب بقوا وكانوا يدربوا الطيارين المغاربة على الطيران ويطلبوا منكم أن لا، نحن الفوج الأول الذي ذهبنا إلى مراكش لنتدرب على الطيران مع الفرنسيين. إذا قلت لأن كانوا يدربون الفرنسيين طيران، ومن بعد تدريبهم الفرنسيين يذهبوا بهم إلى الجزائر. هم الفرنسيين ليس أنتم. ليس. نعم. إذا من بعد تدريبنا. سمعتوا هنا باش تعرفوا، قال باللي الفرنسيين كيما كانوا يكملوا من التدريب كانوا هما اللي يروحوا باش يبومباردوا في الجزائر اللي كانت تحت احتلال المستعمر الفرنسي، ولو ان هذاك الاستقلال مجرد استقلال صوري. شفتوا نظام العسكر والابواق نتاعه والذباب نتاعه كيفاش يقوموا بالفبركه باش يحقدوا، باش يبينوا الجزائريين باللي المغاربه يعني هما اللي كانوا يبومباردوا هما. وهذا كله كذب. وهذا الفيديو المرجو ان يتم الترويج لهذا المقطع حتى يتم دحض الاكاذيب نتاع ابواق نظام العسكر التي تفبرك كلام. ما فبركتش فقط كلام صالح حشاد، قامت بفبركه العديد من الفيديوهات، والهدف نتاعها باش تزرع الحقد في نفوس الجزائريين تجاه المغاربه. لهذا بني وطني ادعوكم الى عدم السقوط في فخ
الابواق نتاع نظام العسكر وذباب نظام العسكر اللي يحاول انه يزيف الحقائق باش انتم تصدقوا الاكاذيب نتاعهم.